السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وطبعا انا كلامي للتلات اربع مشاهدين اللي بيتفرجوا عليا وهم عارفين نفسهم، لان انا مشاهدتي ما بتتخطاش 5 مشاهدات، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. عايزه اقول بقى لكل حد معاه شهاده وكل حد بيحلم بشهاده، وما كفاياش ولا طارت اللي معاه شهاده يروح يحط فيها بطاطس، يبيعها، يلم شويه الورق كده ويروح يبيعهم عند بتوع الفول والطعميه عشان يكسب له قرشين، لان ده مش زمن الشهادات اللي احنا فيه دلوقتي. احنا دلوقتي يا جماعه بقينا في زمن الادي له ادي، بزمن الادي له ادي. عندك طاسه، مش هقول لك امك رقاصه، لا، هقول لك عندك طاسه، طلع روح هات كيلو بطاطس واقلي شويه بطاطس، وصور نفسك وانت بتقلي بطاطس هتلاقي نفسك رحت السعوديه، وهتلاقي نفسك كسبت فلوس كتير وبتعمل اعلانات ودعايه وبقيت زي الفل. روحي اعملي حله محشي واطلعي قولي هو المحشي استوى، هتبقي مليونيره ومليارديره وعندك في ثروتك في البنك اكتر من 100 مليون جنيه. اعملي اي حاجه، اي هبل في اي عبط، هتلاقي نفسك بقيتي معاكي فلوس كتير جدا. وطبعا زي ما قلت لك الشهادات اركنوها على جنب، يعني اي حد يفكر في الزمن ده انه يبقى معاه شهاده وكده اقول لك طز في حضرتك، لان الشهاده مش زمن الشهادات، ده زمن الهيافه وزمن التفاهه وزمن السفاهه اللي احنا بقينا عايشين فيه. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي اخترع النت، وكان يوم اسود، لان احنا دلوقتي بقينا بنشوف يعني بصراحه، يعني بقينا في زمن مين؟ زمن ام خالد وام الهنا وام نعمه وام فريده وام حبيبه وام كنينه وام مش عارفه مين وام كلاله دول دلوقتي يا جماعه متصدرين المشهد، وسوزي اليابانيه وكروان مش عارفه مين، وهدير اندروير وحاجات زي كده. ده زمانهم دلوقتي يا جماعه، ده مش زمن الشهادات للاسف. اعمل اي حاجه ضد الطبيعه وضد الواقع وضد الدين وضد الاخلاق، هتشيل معاك فلوس كتير جدا. احنا مش في زمن الاخلاق ولا زمن الشهادات، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم، ويلا اشتركوا في القناه. سلام.